طيب المكان بتاع النهارده بيقول ان هو عنده كل بدائل المطاعم، من البيج ماك للبيج تيست للمايتي زنجر لحتى الكانتو، فانا دلوقتي رايح اجربه وربنا يستر. المهم رحت هناك ولقيت كميه سندوتشات بدايل بعروض باسعار على الرايق جدا، بدايه من التشيز برجر اللي كان نسخه اقسم بالله من المطعم اياه، لو حجمه اكبر وارخص، مرور لساندوتش مسميه البيج جو واخد بالك انت، لو معاه بطاطس وسبيروس باتس واخد بالك برده ب 75 جنيه. بس بقى الساندوتش اللي ما كانش نسخه، لا ده كان اجمد من الاصلي، كان التيست سمان. اما بقى لو انت كنت كيف كبداكي، فانا عايز اقول لك بقى ان اكتشفت ان الفرايد تشيكن عنده اجمد من البرجر، وبعدين ابن اللذينه تقريبا جايب الصوصات من المطبخ بتاعه، بدايه من الجو كرانش اللي كان نسخه من المايتي زنجر بصوصاته بفراخه بسلطات، مرورا بالجانكوك وده اللون بتاع المكان. فده بقى اللي شجعنا اجرب بقيه اختراعات الفرايد تشيكن عنده عشان اديكم تجربه متكامله، من وجبه الستريبس اللي كانت بتقدم افضل قيمه مقابل سعر للريزو، بس ده ما شدنيش قوي، لكوبايه كده عامل فيها الفراخ كانه فشار، وكانت في اللذيذ برضه. المفاجاه بقى ان المطعم ده انا كنت جربته زمان وما كانش اجمد حاجه الصراحه، بس هو ظبط الدنيا جامد جدا للفتره دي. والمطعم ده هو جو جانكي وموجود في سموحه قدام مسجد